أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولي الصالحين الحمد لله بنعمته وأفضاله وآلائه تتم الصالحات وبجميل فضله يتعلق الرجون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال في محكم تنزيله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وبين وسيلة هذا التذكير فقال وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله أرسله الله بالهدى ودين الحق فقال الدين النصيحة. فاللهم صل وسلم على هذا النبي المعلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثم نشكر باسمكم جميعا الإخوة القائمين على هذا الصرح الدعوي العلمي التربوي جمعية المعالي، وأذكر على وجه الخصوص الأستاذ بالبشير حسين الذي شرفني بهذه الدعوة، فأسأل الله تعالى أن يشرف قدرهم جميعا وأن يرفع مقدارهم جميعا وأن يجعل الجنة دارنا وداركم ودارهم، فاللهم آمين. المتأمل في هذا العنوان يجزم بأن للعنوان مقاصد منطلقاتها واقع يفرض على كل مسلم أن يتنبه إلى هذا الأمر. فإننا لم نأتي لنقرر أن الدعوة إلى الله أمانة أبدا، فإن الأمر مقرر، إنما أتينا لنذكر أنفسنا وأسماعكم الكريمة. لم نأتي لنقول إن الدعوة إلى الله أمانة، فإن الأمر قد قيل، ومن فرط ما قيل حتى لكأن الموضوع موضوع الأمانة يعني من فرط ما لكته الألسن حتى صار لونه باهتا وبات يحتاج إلى تذكير. فإنما نجلس إليكم وتجلسون إلينا لنذكر أنفسنا وإخواننا بهذا الواجب، هذا التكليف، كما سنعرف إن شاء الله من خلال هذه المداخلة التي اخترت أن أقف فيها على مقدمة تحدد طبيعة المسلم العربي والواجب المنوط به. ثم اخترت أن أبدأ بالوقوف على مفهوم الأمانة قبل ما نتكلم على مفهوم الدعوة. هذه 3 عناصر. وأما العنصر الرابع فاخترت أن أقف على وسيلة من أهم الوسائل التي يستعان بها على حمل هذه الأمانة. وفي الختام لنا كلمة نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها. إذا نستمد العون من الله تبارك وتعالى والتوفيق والسداد، مستسمحا إخواني الدعاة والدكاترة العلماء إذا تقدموا متحدثا بين أيديهم، وقد فرض هذا الصباح أن أكون كذلك، فأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياهم جميعا. ابن خلدون حينما تحدث عن العرب قال هم جنس لا يقوم إلا بدين، ولا يصلح إلا بنبوة، ولا ترقى مواهبه إلا بشرائع السماء. ثم قال فإذا ترك العرب الدين والنبوة وشرائع السماء تحولوا إلى قطعان، استعمل اللفظ نتاع قطعان، تحولوا إلى قطعان تجمع الثروة من أجل إنفاقها على الشهوات. وأنا أتحدث أكاد أجزم أن هذه الصورة يعني تواجه كثيرا منا، ونحن نتحدث عن أمة الإسلام في بعض مشاهدها السلبية، وإلا فالخير موجود، وهذا المجلس من مجالس هذا الخير والخيرية على الأمة. لسنا هنا من أجل أن نتشائم أبدا، لكن من أجل أن نذكر أنفسنا وأسماعكم الكريمة أن مسألة الدعوة ليست بدعا من القول ولا العمل، ولم تختص بها أمة الإسلام وحسب. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ابتعث لم يأتي من فراغ، بل هو حلقة في سلسلة من إخوانه الأنبياء
جاء متمما مكملا لما بدأوه، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هكذا قرر صلى الله عليه وسلم. لكن هذه السلسلة يجب أن يتأمل فيها المسلم حال الذين سبقونا في هذا الواجب وهذه الوظيفة. فقد اصطفى الله عز وجل واختار من خلقه خلقا حملهم هذه الرسالة، هذه الأمانة، أمانة الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وكان من ذلك يعني اليهود. فماذا فعل اليهود؟ يخبرنا القرآن فيقول تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. توضح الآية أن اليهود الذين اصطفاهم الله عز وجل وأكرمهم بهذه الأمانة يعني فقدوا صلاحيتهم لحملها يوم فرطوا في الاستفادة من أنوار الوحي الذي أنزل عليه. فما كانت الحكم الرباني السماوي، الحكم الرباني السماوي كان أن حرموا من هذا الشرف العظيم ليشرف الله به أمة الإسلام من جديد، الأمة العربية التي لا تقوم إلا بدين، التي لا تصلح إلا بنبوة، والتي لا ترقى مواهبها إلا بشرائع السماء. فماذا كان؟ اصطفى الله عز وجل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورباه، فقال: لقد من الله عليكم إذ بعث فيكم رسولا من أنفسكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. فيمتن الله عز وجل على الأمة العربية ببعثة هذا النبي الذي اصطفاه ورباه ليربيهم به. ثم ماذا؟ ثم اصطفى الله الأمة العربية ورباها بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته لتكون هذه الأمة هي المربية للعالم كله. وقد قرر ذلك في محكم تنزيله حينما قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الوظيفة إذن التي اصطفانا الله لأجلها وربانا بمحمد صلى الله عليه وسلم من أجل أن يربي بنا العالم. قررت منذ 1444 سنة أن المسلمين أنيطوا بأمانة. هذه الأمانة هي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فما معنى الأمانة؟ الأمانة في اللغة من مادة أمنة، وأمنة هذه يعني ضد الخيانة. الأمانة يعني ضد الخيانة. وتقول العرب: الأمانة تعني اطمئنان القلب. ومن المعاني الاصطلاحية التي تعنينا في هذا السياق في هذا المقام هو ما ذكره الإمام الفيلسوف الرازي مفسر. قال: الأمانة في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. الأمانة هي التكليف. وقد ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في رواية عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن الله قال لآدم: يا آدم لقد عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، فهل تحملها؟ فقال آدم: وما الأمانة يا رب؟ قال: إذا أطعت أجرت وإذا عصيت أثمت، أو كلاما قريبا من هذا. فقبل آدم حمل هذه الأمانة. فالأمانة إذن تحمل معاني التكليف، معاني التابعة، معاني المسؤولية، معاني الواجبات والفرائض، ولو لم يكن من ذلك إلا مسؤولية الإنسان على نفسه لكفى، لأن
يصير هذا الإنسان مطالب بأداء هذه الأمانة، فما بالك حينما يتعلق الأمر برسالة السماء التي اصطفى الله تبارك وتعالى لها من خلقه أنبياء ورسل وأيدهم بالوحي وأيدهم بالمعجزات. فالأمانة تعني التكليف، والتكليف هذا مقرر في قول ربنا تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني. الآية تقرر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن اصطفاه الله وكلفه أيضا يلقي بالتبعة على من اتبعه. ونكتة دقيقة في هذه الآية الكريمة لابد من الوقوف عندها: النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن آمن بي، قال ومن اتبعني، ليتحقق معنى التكليف والمسؤولية والتابعة والحركة والعمل والبذل والتضحية والعطاء في معنى الأمانة. إذن من اتبعني تعني أن أداء هذا الواجب، هذا التكليف، ليس زعما، ليس ادعاء، ليس تمثيلا قد يتقنه بعضنا أو لا يتقنه البعض الآخر. هذه الدعوة بمقتضى هذا المفهوم الموجود في الآية الكريمة ليست مجرد محاضرة تلقى، وإن كان هذا مطلوب، ليست مجرد كتاب يقرأ أو مقالات تحفظ أبدا، إنها عمل يستغرق على المسلم أوقاته، مشاعره، تفكيره، جهده، ماله، وكل ما وضع الله بين يديه. تكليف، هذا التكليف قرره النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا معنى هذه الآية حينما قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وكما قال صلى الله عليه وسلم. إذن ها الرسول صلى الله عليه وسلم يكلف. صحيح مسؤولية الدعوة إلى الله عز وجل لا يطلع بها كل الناس، لكن هذا ليس مبرر لأن يصير المسلم الذي شرفه الله عز وجل واصطفاه لأن يصير عاطلا بطالا قاعدا لا يؤدي هذا الدور. لا، علينا أن ندرك أيها الأحباب أن الدعوة إلى الله عز وجل، تبليغ هذه الأمانة، ليست نافلة من العمل، بل هي بل من أوجب الواجبات، بل لا نبالغ إن قلنا أنها مقصد المقاصد. مقصد المقاصد أن يتحقق هذا المخلوق، هذا الإنسان، بالعبودية لله، هذا الدعوة إلى الله عز وجل. ولسنا نأتي بجديد حينما نتحدث على مفهوم الدعوة، سنجد هذا المعنى. حينما نتحدث على من هو هذا الداعية، سنجد أيضا هذا المعنى. ربنا تبارك وتعالى حينما فقد اليهود صلاحيتهم لتحمل هذه الأمانة، يعني نزعها منهم وشرف بها العرب وأكرمهم بهذه المكانة، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ثم قرر تعالى أن المكانة هذه لا يتبوأها المسلم بالزعم والادعاء. الآية ذاتها تقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الدعوة إلى الله في يعني تجلي من تجلياتها، في معنى من معانيها، في دلالة من دلالاتها، هذه هي أمر بالمعروف إذا ظهر بين الناس تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر بين الناس فعله، مسبوق هذا العمل بإيمان. وسبحان الله، علماء النفس في علم النفس الحديث عندهم واحد النظرية يسموها نظرية الإدراك والشعور. يقول لك الإنسان قبل أن ينزع إلى فعل أي شيء فإن نزوعه إلى الفعل مسبوق بإدراك، يعني علم، متبوع بشعور، فيأتي النزوع إلى الفعل. هما يتكلموا على هذه الثلاثية: إدراك
شعور فعل. ترى النار تدرك أنها محرقة، الشعور الذي ينتابك يعني هذا العلم سيثير فيك شعورا، الرهبة من النار، الفعل الموافق لهذا الشعور وهذا العلم الابتعاد عن النار. احنا هذه الثلاثية أضفنا إليها عاملا رابعا لا ينفك عنه مسلم، وهو النية والقصد. لأن المسلم حينما يعلم ويشعر ثم ينزع إلى الفعل لا بد أن يكون ذلك كله مسبوق بنيته. إذن ونحن نطالع بهذه الأمانة ستجري علينا هذه العناصر الأربع للسلوك. لا بد من علم أولا، ثم بعد هذا العلم يكون كاين شعور، استشعار لعظمة هذا التكليف وهذه التابعة وهذه المسؤولية. لأنه هذا الشعور إذا تبلد، هذا الحس إذا برد، ستخرج الأسر المسلمة للمجتمع مسلمين ومسلمات لا يبالون لا يكترثون، ليس من انشغالهم ولا من اهتمامهم شيء يسمى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وحينما تنطلق سفينة وقافلة الدعوة لابد أن تكون مزدانة بركن التجرد وركن الإخلاص، ويعني صدق التوجه إلى الله تبارك وتعالى. فمن هذا المعنى ندخل إلى الحديث على بعض معاني الدعوة. الدعوة عندها عدة معاني، عدة تجليات، سنذكر بعضها يعني ونختزل بعضها الآخر. وعنوان في الحقيقة الدعوة هو هذا الشعار الذي رفعه سيدنا ربعي بن عامر حينما قال له الملك: ما الذي جاء بكم من الصحراء إلى هنا؟ ماذا تريدون أيها يا جحافل الصحراء ويا أجلافها؟ ماذا تريدون؟ قالوا: إنما ابتعثنا الله تعالى لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. لاحظ مليح، هذه الدعوة إلى الله عز وجل، أو هذا معنى من معانيها العظيمة. في عجالة إذن أيها الأحباب، الدعوة إلى الله عز وجل هي صدى الإسلام. الدعوة إلى الله عز وجل هي السعي في أن توسع رقعة الإسلام. الدعوة إلى الله عز وجل هي الاستجابة لأنوار السماء. الدعوة إلى الله عز وجل هي دعوة إلى الحق لا يدعو فيها الداعية إلى نفسه. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي تعريف للناس بربهم وتحبيبهم فيه، فهي دعم للإيمان، انتصار للخير، حراسة للحق، ورد للشيطان، مطاردة للأهواء والشهوات. وذلك معنى من معاني قوله تبارك وتعالى: وما نحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله عز وجل لا تبوئ الداعية مكانة ليست كمكانة الآخرين. الداعية إلى الله عز وجل غاية مبتغاه أن يقول بعد عمله: إنني من المسلمين. ما كانش حاجة تميزها عند المسلمين. وقد يبدو للبعض أن الكلام غريب، قد أكون مخطئ، لكن هل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الداعية وهو يدعو، ما كان يميزه عن الناس في ملبسه أو مجلسه أو سلوكه؟ كلنا يعلم أن كان الإنسان الذي لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى الصحابة في المسجد والنبي في وسطهم فيسأل: من منكم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ما عنده حتى مرة حتى شارة، مثله كمثل جميع من يجلس معهم ويدعوهم إلى هذا الأمانة. وقال: إنني من المسلمين. ومن تجليات العملية والتطبيقية، يعني باش نديروا تركيب الآن بين مفهوم الأمانة ومفهوم الدعوة، نديروا حتى تركيب خلاص في الحياة العملية للأنبياء لنصل إلى نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، باش نعرفوا بلي لسنا ننطلق بالفراغ، بل إن الصفة البارزة في دور الأنبياء جميعا هي الأمانة.
ووظيفة الأنبياء هي الدعوة والتبليغ. يقول الله تعالى على لسان هود: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وقال أيضا على لسان سيدنا يوسف فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. نوح عليه السلام إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. سيدنا صالح إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. سيدنا لوط إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين. شعيب عليه السلام إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين. عفريت من الجن لما أراد أن يطلع بوظيفة تصب في إناء الدعوة التي كان إمامها سيدنا سليمان عليه السلام، واش قال؟ قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. عفريت لم يكن أهلا لأن يكون خادما عند هذا النبي إلا بقوة وأمانة. سيدنا موسى عليه السلام وجاءهم رسول كريم أن ادوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. وهذه الشمائل، هذه الفضائل بعد أن ذكر الله عز وجل في القرآن وذكر الأنبياء المعنيون بها وهم 18 نبي، قال لنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. فتجمعت الشمائل والفضائل وعلى رأسها الأمانة في شخص هذا النبي الكريم الذي أكرمنا الله بأن جعلنا من أمته. فحسبنا شهادة على ذلك شهادة الأعداء، فقد شهدوا له بالصدق والأمان. ورغم ذلك فإن هذا الصدق وهذه الأمانة تاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تشفع له في أن يواجهه الله بكلام يعني يحمل ثقلا كي نستشعر نحن أيضا ثقل هذه الأمانة. فواش يقول له رب عز وجل؟ يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة الله. لاحظ، صادق وأمين ويعني يقول فيه ما ويلح عليه في مسألة الحفاظ على هذه الأمانة. فكان التطبيق العملي، السنة العملية تاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التزم بذلك، ومن بين ما يعني خضع له أو واجهه من ابتلاء أن القوم أرادوا أن يغير شيئا من هذا القرآن، أن يبدل شيئا من هذا التكليف. فواش قال صلى الله عليه وسلم؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. والإسلام شوية قديم، شوية الإسلام. ماذا ستواجه؟ ستواجه هذه القضية يا من تحمل الدعوة. فهل تثبت على الأمانة ولا نبدأ نبيع ونشري؟ هناك من باع واشترى بآيات الله ثمنا قليلا، هناك من بات الأذان يزعجه، هناك من صار عنده الخمر غير محرم، وهناك وهناك وهناك. فالأمر ليس جديد. ها هو نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم ائتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الداعية إلى الله إذن من فقه هذه المعاني فليعلم أنه غرس من غرس الرحمن. الداعية إلى الله هو غرس من غرس الرحمن كما قال نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. ما يزال، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. الداعية إلى الله هو أنا وأنت، أنا وأنت وأنت والآخر والأخرى. يوم نكون كما قال الشيخ الغزالي رحمه الله يوم نكون عناوين صحيحة على ديننا، حيثما حللت أو ارتحلت فأنت داعية تدعو إلى الله بلسان حالك قبل لسان مقالك. لذلك فإن من أثقل وأعظم وأجل
الوسائل التي يستعان بها على القيام بهذه الأمانة، طبعا بعد توكل على الله تبارك وتعالى، أعظم الوسائل هي أن تكون لنا قدوة. والبوصلة التي تسدد وتصوب سيرنا لها خاصية. البوصلة هي التي توجه، احنا بوصلتنا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا النور هذا النور الذي جاء به. لكن هناك ميزة، بالمعنى أريد أن أقول أن الداعي إلى الله عز وجل ليس ملاكا مقربا ولا نبي مرسلا، ليس معصوما. ومن جميل ما قرأت في مسألة البوصلة أن من خصائص الإبرة الموجودة فيها أنها تهتز، فقد نميل يمنة أو شمالا، فقد يعني تزل بين الأقدام، قد نضل الطريق لحظة أو لحظات، لكن لا نسكن هناك، لا نقيم هناك، علينا أن نرجع. والبوصلة الإبرة تهتز ثم لا تلبث أن تثبت وتستقر على الاتجاه الصحيح. وهذا شأننا، ونحن نحاول أن نتأسى برمز الكمال والمثال والجلال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام يطول ولا نستطيع أن نقول كل شيء. ختاما أيها الأحباب، حتى لا نطيل على أسماعكم الكريمة وحتى نترك المجال لإخواننا، أنقل إليكم هذه الكلمات. يضيع الداعية وتضيع معه الدعوة لما تضيع هذه البوصلة. يضيع الداعية وتضيع الدعوة لما نسلك بها شريعة الأدعياء ونهمل شريعة الأنبياء. تضيع الدعوة ويضيع الداعية لما يحمل هذه الدعوة عبيد الشهوات ويهملها أتباع الرسالات. تضيع الدعوة ويضيع معها الداعية يوم تكون بوصلة هذا الداعية هي شهوات الغي ومضلات الهوى. وعند الإمام البزار حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي برزة الأسلمي قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. هذا اختصار لما يمكن أن يكون سببا في تخلف المسلم عن واجب حمل أمانة الدعوة. وعندكم تحسبوا باللي نقولوها بالجزائرية هذه أحيانا المعنى يوصل بالدارجة ماشي أفضل، لكن أكثر دلالة وتأثير، وإلا في اللغة العربية أبلغ من أي لغة. عندكم تحسبوا باللي ربي غادي يحزن على حل واحد كان في الدعوة وخرج. هو صحيح الله يغار على عباده من أن يسلكوا مسالك الهوى والغي والشهوات، يغار ربي ما يأسف حتى على واحد. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، والدعاء دعوة. لذلك يقول الحق تبارك وتعالى: وإن تتولوا، ما كانش الفراغ، ما كانش، يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فاللهم استعملنا ولا تستبدلنا. آمين آمين آمين. والعلم عند الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.